سلام. انا هو اللي عملت فيديو في الشانل ديالي اللي هضرت على مسيرة 30 يوليوز. اليوم رجعت كنجاوب ليك الناس اللي كيكومونطيو واللي كيهضروا واللي كيسردوا. اليوم الملك ديالكم برهن على مدى الخوف ديالو اللي ديجا انا قلت لكم في الفيديو، على مدى خوف الملك من الحراك الريفي، من الاحتجاجات الثورية اللي كتحدث في المغرب. وأحسن دليل وفي سابقة يعني أول مرة محمد السادس كيقدم الخطاب ديالو على موعده بيوم واحد. شنو هو السبب؟ هو مسيرة 30 يوليوز. وحنا كاملين كنعرفوا أن البروتوكول في هذه المناسبات كيتبع وكيتحترم بصرامة. إذا الملك يخشى من الاحتجاجات واللي كانت غتشوش على مضمون الخطاب الإيجابي ديالو، اللي كيقول هو إيجابي ماشي في النظر ديالي، الخطاب ديالو سلبي، خطاب ديال واحد حمار. رغم أن الدعوة للاحتجاج رفضها معظم النشطاء ولم تعد قائمة، أم أن تقديم الخطاب هو فخ يراد منه استفزاز الناس عبر خطاب يتجاهل مطالبهم، وبالتالي للتظاهر يوم غد لتكون فرصة مواتية لاتخاذ القرارات الأمنية. في جميع الحالات يجب أن تكون ردة الفعل مدروسة وحكيمة وغير سذاجة. انتبهوا، انا هاد السطر هذا انا كتبته في واحد الشانل ديالي، واحد باج ديالي في فيسبوك، عاودت قريته لكم باش ما يجيش واحد يقول لكم هذا الملك خاف منا. قدم الخطاب ديالو نهار قبل، لان حنا كنا غادي نشوش على الخطاب ديالو الفارغ المضمون اللي ما فيه والو، اللي ما كنأبهوش به، لان واحد فاسد ما كتهمناش لا الهضره ديالو ولا اي حاجه. الغريب في الامر ان الناس اللي كيدعيو السلميه وكيدعيو انهم مع الحراك، وهذا فيما كيجبروا شي فرصه، انا كنهضر للعبيد، انهم يهدموا الشباب وما يقولوا لهم ما يخرجوش في حال الصفحات كيقولوها. فيما جبروا فرصه كيبغيو ما خصهمش بنادم يخرج من الزنقه. لهذا كنقول لكم راهما خوفانين بزاف ولاول مره وفي سابقه في عهدها الملك يقدم خطابه غير باش تسمعوا شنو باغي يقول. راه كنعرف ما غادي يسمعوا حتى شي واحد نهار المسيره 30 يوليوز، رغم الكلاب اللي رخاوهم في الانترنت باش يهدموا المسيره، عارفين بنادم عنده العزيمه وخارج. حنا خارجين وما غادي تردوناش وما غتردعوناش. سو فاكيو محمد السادس، فاكيو النظام ديالك، فاكيو الفساد اللي انت على رأسه. الله، الوطن، الشعب. شكرا.